بيبدأ الفيلم مع ميشيل وهي بتلم هدومها من شقة خطيبها، وبتسيب له رسالة صوتية على موبايله انها تنفصل عنه، وبتسيب له الخاتم بتاعه ومفاتيح الشقة، وبتتحرك بعربيتها. ولما بيجي الليل عليها بتروح بنزينة علشان مشوارها لسه طويل، وبتاخد بالها من عربية بتقرب منها لكنها ما بتشوفش شكل السواق كويس، فبتكمل طريقها عادي. وبتسمع في راديو العربية ان في مناطق كتير اتقطعت عنها الكهرباء بسبب سوء الاحوال الجوية اللي حصل فجأة بدون سابق انذار. وفجأة ميشيل بتعمل حادثة على الطريق وعربيتها بتتقلب وبيغمى عليها، ولما بتفوق بتلاقي نفسها في ملجأ تحت الأرض، وإن في محلول متوصل لها ورجليها مربوطة في سلسلة ومش قادرة تتحرك. فبتحاول توصل للموبايل بتاعها الموجود قدامها، وبتستخدم الحديدة المتعلق عليها المحلول علشان توصل للموبايل، لكنها بتلاقيه فاصل شبكة تماما. وبتسمع صوت حد بيفتح الباب الحديد المقفول عليها، وبيدخل عليها راجل بيسيب لها أكل تاكله، وبيقول لها إنه أنقذها من الموت، وبيديها عكازات علشان تتعود على الحركة بيها، وبيرمي لها مفتاح حديد علشان تفك السلسلة المربوطة بيها. وبيأكد لها الراجل ان مفيش حد هيدور عليها دلوقتي لان الظروف بره اتغيرت، وبيقفل عليها الباب وبيخرج. فبتفك نفسها وبتمسك رجل العكاز وبتفضل تبرد فيها علشان تقدر تستخدمها كسلاح، وبتولع في قماشة بالولاعة اللي معاها وبترميها في فتحة التهوية علشان الدخان يخلي الراجل يرجع لها تاني. وفعلا الراجل بيفتح الباب وبتحاول انها تضربه، لكنه بيتفاداها وبيطلع من معاه حقنة مخدر وبيحقنها علشان تنام، وبيقعد قدامها لحد ما بتصحى، وبيقول لها انها ذكيه وعندها روح قتاليه، لكن ما تحاولش تكرر اللي عملته ده تاني لانه انقذ حياتها مرتين، مره لما لقاها عامله حادثه على الطريق السريع، والتانيه اما انقذها وجابها المكان ده قبل ما الهجوم اللي حصل بره يموتها، لان في هجوم كيميائي او نووي حصل وكان سبب في موت سكان كتير جدا وتلويث الجو بره، وانه انقذ حياتها اما جابها هنا، وان الجو ممكن يتحسن بعد سنه او سنتين، وخلال المده دي هيفضلوا قاعدين سوا. فبتسمع ميشيل صوت من بره وبيستأذن الراجل وبيروح ناحية مصدر الصوت، وبتكون ميشيل عايزة تعرف ايه اللي حصل، لكن الراجل بيرجع لها وبيقول لها انها لازم تشكره وان اسمه هاورد، وبيسيبها وبيقفل عليها الباب من تاني. فبتنام مكانها وبتصحى على صوت جاي من فوقيها من على سطح الارض، وبتستغرب ان في حد لسه موجود بالرغم من انه قال لها ان مفيش حد عايش. وبتبص للباب بتلاقيه مفتوح، فبتخرج منه وبتلاقي اكل كتير متخزن، وبتقابل كيميتش مساعد هاورد وبتسأله ازاي تخرج من هنا، فبيقول لها ان الخروج خطر عليها لان الهوا بره ملوث. فبيجي لهم هاورد وبيقول لها ان الصوت اللي سمعته امبارح كان صوت رف كامل كيميتش وقعه، كان السبب في الكدمات اللي في جسمه، وبياخدها يفرجها على الملجأ، وبيقول لها انه بيجهز فيه من مده طويله لانه كان عارف ان هيجي يوم وهيحتاجه، وان نظام تنقية الهوا شغال كويس فيه، والكهرباء شغاله بمولد، وعندها كل حاجه هتحتاجها من كتب واسطوانات. وبيدخلها المكتب بتاعه اللي فيه حمام، وبيقول لها ان المكان ده محظور الا لو هو اداها اذن تدخله، وبيوريها جهاز التقاط الترددات، وبيقول لها ان لو في اشاره الجهاز ده يلقطها ومفيش اي تواصل بره، وان العالم انتهى زي ما قال لها. وبيروح يوريها مدخل الملجأ بتاعه واللي مقفول بإقفال كتير مفاتيحها معاه هو وبس. وبتبص ميشيل من الازاز اللي موجود في الباب وبتشوف حيوانات ميته قدامها بسبب الهواء الملوث الموجود بره، وكمان بتشوف عربيه هاورد وبتلاقي ان فيها اثار خبطه من قدام، وبتفتكر ان عربيه هاورد هي نفس العربيه اللي خبطتها وكانت السبب انها تعمل حادثه. فبتفهم ان هاورد خاطفها في الملجأ بتاعه وبتخاف منه اكتر. وبعدها ميشيل بترجع اوضتها وبتفكر في اللي بيحصل لها، وبيجي لها كيميتش وبيقول لها انه في امان هنا، وانه ساعد هاورد كتير في بناء الملجأ ده، وما كانش مصدق ان في يوم هيحتاجوه فعلا، وكان فاكر هاورد مجنون لحد ما شاف ضوء لونه احمر قوي اول مره يشوفه، وساعتها لجأ لهاورد واستخبى معاه في الملجأ بتاعه، وان الهواء ملوث فعلا ولو خرجوا هيموتوا. لكن ميشيل بتقول له مين اكد له ان الهواء مميت فعلا، فبيظهر هاورد وراها وبيقول لها ان هو اللي قال له كده، ولان كيميتش بيثق فيه صدق كلامه وبقى عايش لحد دلوقتي. وبيبلغهم ان الغدا جاهز وبيطلعوا ياكلوا سوا على ترابيزه واحده، وبتاخد ميشيل بالها ان هاورد بيكون ماشي ومعاه مفاتيح الملجأ، وبيفضل كيميتش يتكلم على الاكل ويهزر كتير، واما ميشيل بتضحك على كلامه هاورد بيتعصب وبيأمره انه ياكل وهو ساكت لان ده من اداب الطعام. لكن ميشيل بتكمل هي الكلام وبتهزر مع كيميتش اكتر وبتلمس ايده، فبيتعصب هاورد اكتر وبيقوم يزعق لها وبيقول لها ان مش مسموح ليها تتصرف بالطريقه دي في ملجأه، وبيطلب منها تتأسف له فورا وتوعده انها مش هتكرر عملتها دي تاني. فبتتأسف له وبيرجعوا يقعدوا تاني على الترابيزه، وبتكون قدرت انها تسرق المفاتيح من ميداليه هاورد من غير ما ياخد باله. وبتسمع صوت عربيه فوقيها، واول ما الكل بيبص للسقف بتمسك ازازه وبتضرب بيها هاورد وبتجري على باب الملجأ، وبتحاول انها تفتح اول باب وبتنجح في فتحه، وبتقفله وراها علشان تفتح الباب التاني اللي هيخرجها للمزرعه. وبتشوف
العربية قدامها، وقبل ما تفتح الباب التاني بتلاقي ست وشها مشوه بتطلب منها تفتح لها فورا لان الكل ميت بره، وبتفضل تصرخ في وشها. فبتترعب ميشيل من اللي بتشوفه، وساعتها بتصدق كلام هاورد وما بتفتحش للست، وبترجع من تاني للأوضة. وبيروح لها هاورد وبيقول لها ان هو اللي خبطها بالعربية بتاعته لانه كان سيء زي المجنون، وكان عاوز يرجع للملجأ بسرعة قبل ما التلوث يوصله، وساعتها خبطها بعربيته غلط وخبى عليها لانه لو قال لها كده كانت هتخاف منه اكتر. وبيطلب منها تدخل تستحمى لانها ممكن تكون اتعرضت لاي تلوث من الهواء. وبعد ما بتاخد دش بيجيب لها هدوم جديدة كانت بتاعت بنته ميجان، وبيطلب منها تساعده في معالجة جرحه. وبيتكلموا عن بنته اللي اخدتها والدتها وسافرت بيها، وكان بيتمنى انهم يفضلوا معاه لكن امها صممت تحرمه منها وسافرت، ومن ساعتها هو مفتقدها جدا. وبيجيب هاورد لميشيل حاجتها اللي اخدها من عربيتها، وبيقول لها ان الصندوق ده بس اللي لحق ياخده من العربية، وبيكون في الصندوق كتاب ميشيل اللي كانت بتصمم ملابس فيه. فبيفتكر هاورد بنته اللي كانت بتحب التصميم وحلمها السفر لباريس مدينة الموضة، فبتاخد حاجتها وبتروح بيها لأوضتها علشان تتفرج على رسوماتها. وبتبدأ تتعود على الحياة في الملجأ لأنها صدقت إن هو آمن مكان ليها، وبقوا كلهم متعاونين وبيساعدوا بعض في ترتيب المهام. وفي مرة بيسمعوا صوت قوي جاي من بره، وبعدها بيحصل زلزال خفيف. فبيقول لهم هاورد إن واضح بأن الهواء الملوث هو أول خطوة بس، وتاني خطوة هي دوريات جوية للقضاء على كل أشكال الحياة الباقية على الأرض زيهم كده. وبيفصل جهاز تنقية الهواء، وبيكون لازم حد فيهم يروح ناحية المولد الخاص بالجهاز علشان يفصله ويشغله تاني. وبتكون ميشيل هي الوحيدة اللي قادرة تتحرك في ممر التهوية علشان توصل للجهاز وتقفله وتفتحه تاني. فبتروح ناحية المولد وبتشغله، وبتلاقي فيه فتحة سقف قدامها من خلالها بتشوف السماء، وبتشوف ان في حد حافر على الازاز من جوه كلمة النجدة. فبتخاف وبتنزل تاني من على السلم، لكنها بتدوس على فردة حلق عليها دم، وساعتها بترجع تاني تشك في هاورد انه عمل حاجة في بنته. وبتروح تحكي لكيميتش تخمينها وان الحلق ده كان لميجان بنت هاورد لانها شافت شكلها في صورة ليها، وبتوري الصورة لكيميتش وهي لابسة نفس الحلق. لكن كيميتش بيقول لها ان دي مش ميجان اصلا، وان البنت دي اختفت من سنتين من المدينة كلها، وكل الاخبار اتكلمت عن موضوعها لحد ما خمنوا انها هربت مش اكتر. فبتقول له ميشيل ان في كلمة النجدة محفور على الازاز الداخلي للباب، وممكن تكون اتحفرت بحرف الحلق. وبيرجعوا هما الاتنين يشكوا في هاورد، وبيفكروا ازاي ياخدوا اي سلاح منه. وبتيجي لميشيل فكرة انها تقدر تعمل بدلة تحميهم من تلوث الجو من خلال ستارة الحمام البلاستيك. وبيروح كيميتش وبيقول لهاورد انه بيقترح عليه ينظف الحمام لان ميشيل استحمت فيه بعد ما كانت في فتحة التهوية، وممكن تكون نقلت حاجة معاها للحمام ولازم يتعقم كويس. وفعلا هاورد ما بيرتاحش الا بعد ما بينظف الحمام وبيرمي الستارة في الزبالة. فبيروحوا هما الاتنين ياخدوا الستارة علشان ميشيل تعمل منها بدلة حماية، وبيبدأوا يعملوا البدلة سوا، وبيحاولوا يعملوا اي جهاز تنقية للتنفس من جوه البدلة. لكن هاورد بياخد باله ان في تصرف غريب بيحصل بينهم لحد ما بيجمعهم هما الاتنين، وبيكون حاطط قدامه صندوق، وبيقول لهم ان الصندوق ده مليان مادة من اقوى المواد الكاوية اللي ممكن تدوب العظم نفسه. وبيقول لهم انه لقى مقص ولزق معاهم ومحتاج يعرف هما بيعملوا ايه، والا هيحطهم هما الاتنين في البرميل ويقتلهم. فبيقول له كيميتش ان هو المسؤول، وكان بيحاول يعمل سلاح علشان ياخد منه مسدسه وهو اللي يسيطر. وساعتها ميشيل تحترمه وتحبه لان هو معجب بيها. وبمجرد ما بيخلص كلامه بيطلع هاورد مسدسه وبيقتله قدام ميشيل. فبتتصدم ميشيل من اللي حصل، وبيقول لها انها لازم تروح اوضتها حالا علشان اللي هيحصل بعد كده مش هتقدر تستحمله، لانه هيرمي جثة كيميتش في المادة الكاوية. وبعد ما بيخلص بيروح لميشيل وهو حالق دقنه ومعاه ايس كريم، وبيقول لها انهم بقوا لوحدهم في الملجأ وانه هيروح يحضر لها العشاء. فبتقرر ميشيل انها ما تستسلمش وتكمل البدلة بتاعتها علشان تهرب من المكان. لكن هاورد بيدخل عليها وبتحاول انها تخبي البدلة تحت المرتبة اللي بتنام عليها، بس هاورد بياخد باله منها وبيرميها من فوق المرتبة علشان يشوف اللي بتعمله. بس ساعتها بتهرب هي بره اوضتها وبتقفل الباب وراها، وبتشوف قدامها كيميتش وهو دايف في الحمض وبتدور على انبوبة التبريد اللي كان هاورد بيستخدمها في التبريد الفوري في مكتبه. واول ما بتبص وراها بتلاقيه واقف علشان يمنعها من الهروب، فبتقوله انه مفيش اي حاجة تمنعها من الهروب، وبتزق الحمض الموجود في البرميل على الارض وبتخلي هاورد يقع فيه. وبتجري بره المكتب على السجادة، وبسبب الحمض اللي وقع على الارض بتحصل حريقة في الملجأ. فبتجري بسرعة على اوضتها وبتاخد البدلة بتاعتها وبتروح ناحية ممر التهوية وبتدخل فيه علشان توصل للمكان اللي فيه مخرج غير باب الملجأ الرئيسي. وبتلبس البدلة بتاعتها وبتستخدم انبوبة التبريد اللي معاها على القفل، وبتفضل تخبط فيه لحد ما بتكسره. وبتخرج بره الملجأ وبتجري على عربية هاورد
هوارد يمكن تلاقي فيها المفاتيح، لكن بتبص في السماء بتلاقي في طيور قدامها، وبتفهم ان الهواء مش ملوث زي ما هوارد قال لها، فبتقلع الماسك بتاعها وبتقدر تتنفس وبتطلع على العربية علشان تشوف اي حد عايش قدامها، لكنها بتشوف مركبة فضائية متجهة ناحيتها بعد ما الملجأ بينفجر وبيعمل صوت قوي بيجذب انتباه المركبة، وبتسيب ميشيل عربية هوارد وبتروح ناحية عربية الست اللي كانت طالبة مساعدتها، لكن جهاز الانذار بيضرب، فبتسيب العربية وبتستخبى في المخزن، وبتشوف الست صاحبة العربية ميتة جنبها، فبتبص ناحية العربية وبتلاقي ان في كائن فضائي بيحوم حواليها بسبب صوتها، فبتدور على مفاتيح العربية مع الست علشان تقفل جهاز الانذار، وبعدها بتنجح في الهروب من المخزن، لكن بتشوف ان المركبة رجعت تاني وبتنشر غاز في الهواء، فبتروح لعربية هوارد وبتلبس القناع بتاعها تاني، وقبل ما الكائن يهجم عليها بتدخل العربية، بس الكائن بيقدر انه يخلع القناع منها، وبتيجي المركبة تسحب العربية كلها وميشيل جواها، فبتشوف قدامها ازازة ويسكي، فبتفتحها وبتحط فيها ورقة وبتولع في الورقة، وبترمي الازازة في المركبة الفضائية وبتولع فيها كلها، وساعتها العربية بتنزل تاني على الارض، فبتخرج منها بسرعة وبتركب عربية الست اللي اخدت مفاتيحها منها وبتهرب من المكان، وبتسمع على راديو العربية ان الجيش بيعلن عن وجود ملجأ آمن من الهجوم الفضائي واي حد عايش يروح ناحيته، وساعتها بتسوق ميشيل ناحيته، وبتبقى كده نجحت في الهروب من هوارد ومن الفضائيين، وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رأيك في الكومنتات.